قاعدين بالليل وعايزين حاجة حلوة أو آخر النهار أو يوم أجازة، هقول لك أنا على فكرة حاجة حلوة هنعملها مع بعض ومن غير فرن ومن غير لبن ولا كمان بيض. هتقولي لي كل ما تطلعي بتقولي من غير ومن غير. والله من غير. تعالي يلا بينا. هاتي كوباية دقيق سميد صغيرة، دي كوباية متوسطة حوالي 150 جرام كده، 125 جرام اللي بشرب فيها القهوة. وهاتي كوباية دي سميد قدها دي من العادي اللي هو الدقيق العادي بتاعنا جميع الاستخدامات. تمام كده. وهحط عليهم معلقة، بصي قد ما حطيت دقيق سميد قد ما حطيت دقيق عادي، هحط عليهم حوالي نص معلقة كبيرة نشا. تمام كده. على فكرة الحاجة الحلوة دي مش بتحتاج فرن، يعني هرجع اقولك تاني لا هتحتاجي لا بيض ولا لبن ولا كمان فرن. تمام كده. وكلها 10 دقايق هتعمليها في 10 دقايق. دي نص معلقة النشا هقلبهم كويس. ذر على طرف المعلقة ملح، ذرة ملح، دي معلقة صغيرة بتاعت الايس كريم يا جماعة مش كبيرة. وهحط ربع معلقة بيكنج باودر، دي معلقة يعني نص معلقة كبيرة سكر، ربع معلقة بيكنج باودر، رشة بسيطة فانيليا، لان هحط في الشربات بتاعها فانيليا. تمام. مش عايزه اقول لكم انا بعمل ايه عشان ما احرقش الفيديو، واللي بياخد اول يعني كلمتين منه كده ويروح قارن الفيديو، عشان ده شغل يا جماعه وانا ببذل مجهود في الفيديو كبير جدا. هحط ربع معلقه بيكنج باودر وربع معلقه خميره فوريه. يبقى الحاجات خلاص كده انا حطيت الحاجه بتاعت العجينه. هتعجنيهم بايه؟ بنص كوبايه ميه. تمام كده. يبقى بيكنج باودر ربع معلقه، خميره فوريه ربع معلقه، نص معلقه سكر، رشه ملح، ونص معلقه نشا، نص معلقه سكر، نص معلقه نشا. ودي السميد قده دقيق عادي. خلاص كده. دي كل مكوناتها، مش هحط حاجه تانية. تمام. هعجنهم بايه؟ هعجنهم بنص كوبايه ميه. انا هحط نص كوبايه وهرجع احط معلقتين. انتي لا حطي نص بنفس الكوبايه اللي انتي عايرتي بيهم. حطي. انا هنا مش هحطها كلها، هحط نص كوبايه ميه بس. انا هنا زودت الميه. طبعا انا بسجل لكم بعد ما عملت الفيديو عشان اقول لكم حطيت ايه بالظبط. حطيت حوالي كوبايه الا ربع ميه بس جات عندي سايله. هحط معلقه دقيق عادي تاني عشان ما تبقاش سايله كده. هحط لها معلقه سمنه صغيره بس، ودي اختياري. ممكن تحطي معلقه زيت بدالها او ما تحطيش، بس الاحسن معلقه السمنه الصغيره دي هتدي لها طعم، ولو سمنه بلدي هتوديها لك في حته تانية خالص. تمام كده. معلقه السمنه دي بتحطيها في الاخر. انا هنا عجنتهم في قلب بعض لقيتهم سايلين شويه، مش هينفع اخدها على ايدي فهتلزق كده وهتبقى سايله شويه. تمام. هحط لها معلقه دقيق عشان تبقى متماسكه، معلقه كبيره دي عشان انا زودت الميه، لكن انتي هي نص كوبايه ميه على المقادير دي هتديكي عجينه متماسكه. انا زودت الميه وانا بعجنها وبقول لك الخطا اللي انا وقعت فيه عشان انتي ما تقعيش فيه. اروح واخده معلقه دقيق عشان الفها بيهم تطلع معايا عجينه متماسكه واعرف امسكها بايدي ما تلزقش. انا هي عجينه ما بتلزقش واشكلها. تمام. اهي هسيبها قد ايه؟ هغطيها واسيبها 10 دقايق الخميره تتفاعل مع البيكنج باودر. انت في 10 دقايق بتعمليها يعني، وقولي 10 دقايق تخمير هتريحي، هتسيبها بس ترتاح. هي ما بتكملش من 7 ل10 دقايق، احنا مش عايزينها تخمر يعني 10 دقايق بالكتير. هنا معايا نفس الكوبايه الصغيره 125 جرام سكر، هحط نص كوبايه عليهم ميه. هعمل شربات تقيل زي بتاع الكنافه. هحط لهم رشة ملح ليمون على طرف المعلقة، وهحط لهم رشة فانيليا. انا بوريكي كله عشان ايه ما غلبكيش معايا. وهرفعهم على النار. عايزة شربات تقيل اللي هو بتاع الكنافة وبتاع الزلابية،
هغطيهم. انا هنا فاتت ال10 دقايق، اقل من 10 دقايق، سبتها 7 دقايق اهي. هجيب عشان اعملها هجيب شويه زيت في طبق، هبل ايدي بالزيت اهي عشان ايه ما تلزقش في ايدي. انا مش عايزاها تلزق في ايدي عشان اعرف اشكلها. بصي كانك بتصبعي الكفته كده صغننه، وهاتي بقى معلقه، هاتي سكينه، ظهر السكينه اهي. عارفه انت حبايه البن؟ بنعمل ايه لو وصلتي معايا لحد هنا؟ بنعمل حاجه زي كده، رموش الست، او زي بلح الشام، صوابع زينب. لا بلح الشام ما بيتحطش عليه سمين. رموش السد او زي صوابع زينب. تمام. بس احنا مش هنشكلها نفس العجينه دي، تقدري تعملي بيها صوابع زينب، بس التشكيل مش هتشكليه كده بمعلقه، هتعمليها زي حبايه البن كده، القهوه، حبايه البن اللي هي بتبقى ايه، تقسمي نصها كده يا بظهر السكينه يا بمعلقه، تشكليها كده. هي مش بتاخد يعني غلبه. وحطيهم في الزيت. على فكره معلقه النشا ما بتخليهاش تشرب زيت خالص، مش هتاخد معاكي معلقتين 3 زيت في القليه، يعني هتشوفوا كميه الزيت في الاخر. هنا كان الشربات بتاعها اتعقد تقيل، هو كده عشان سخن، كل ما يقعد هيتقل، لان احنا حاطين كوبايه سكر على نص كوبايه ميه. تستوي من تحت اقلبيها. انا مش حاطه زيت كتير، هي ما بتاخدش زيت كتير. شايفين شويه الزيت دول؟ وشوفوا برضه اما اخلص قليه هيفيد منهم كتير. تمام. ليه؟ لان احنا حاطين في العجينه بتاعتها نشا، مش هتاخد زيت، مش هتشرب زيت. هي كده الطاسه اللي اتحمرت اهي. وهعمل طاسه كمان ما شاء الله، وكمان شويه هيفيدوا معايا اهو. تمام. عملت طاستين بيهم من كوبايه صغيره دي سميد وكوبايه دي، يعني مش هتاخد ولا لبن ولا بيض ولا غلبه ولا اي حاجه. شكليهم كده، ظهر سكينه ظهر معلقه، يسيبهم كده. هم هيروحوا شويه في الزيت، يعني الشكل اهو مش واضح قوي يعني الياتهم، عشان طبعا دي محطوط لها خميره. تقدري تستغني عن الخميره، بس انا بشوفها الخميره بتديها هشاشه وبيبقى طعمها احلى. اول اللي هيطلع حطيهم بقى في الشربات وهم سخنين. الشربات برد شويه، هو ملحقش عشان التصوير. اتمنى ما تنسنيش لايك، متابعه، اشتراك، شهيه صيني بقى. الوصفه جميله وبتعب في فيديوهاتي، اتمنى تقدريني. لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. بصي بقى يعني هشاشه وتحفه. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم وتشجعوني. لايك ومتابعه، واشوفكم في امان الله. حطي لايك بقى، حطي لايك، حطي لايك. سلام. شايفه قد ايه هي هشه وتحفه وخطيره، جميله، جربوها. سلام.